السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء في فقرة جديدة وحلقة جديدة مع ينبوع الواحة. ما هو موضوعنا اليوم يا ريان؟ موضوع اليوم سنتحدث عن الاستئذان، فهو موضوع مهم جدا. صحيح، فهو يا أصدقاء من المواضيع التي يجب أن نتحدث فيها في كل شيء، حتى أن الله سبحانه وتعالى تحدث عنه في القرآن الكريم، وأيضا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة المشرفة. فالاستئذان يا أصدقاء هو طلب الإذن قبل القيام بفعل ما، وهو قيمة أخلاقية وسلوك اجتماعي راق يظهر احترام الشخص لخصوصية الآخرين وحقوقهم، لذا لا بد أن نتعلم الاستئذان منذ الصغر ليصبح جزءا من شخصيتنا وسلوكنا اليومي. والاستئذان يعزز الاحترام المتبادل بين الأفراد، سواء كان ذلك في المدرسة أو في المنزل أو في المجتمع، فيمكن أن يكون الاستئذان شفهيا أو عملية مثل الطرق على الباب قبل الدخول. ومن المهم تعليم الأطفال الطريقة الصحيحة للاستئذان، واستخدام عبارات لائقة ومهذبة تعكس مدى الأدب والاحترام، مثل أن تقول من فضلك أو هل يمكنني. أيضا يمكنك أن تقول لو سمحت أو لو تفضلت. ومن هنا إذا سمح لنا أولياء الأمور والأهل لتوجيه رسائل لهم بخصوص الاستئذان، فبالقيام به يصبحون قدوة للأطفال، كما أن تعزيز هذا السلوك بثناء الطفل عند الالتزام به يعزز ثقته بنفسه ويحفزه على تكراره، حتى يصبح ثقافة متجذرة داخل مجتمعنا. حتى جديد الملتقى. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. يتمتع بلد إريتريا بأنواع مختلفة ومتنوعة من الحياة البرية، بما في ذلك الحيوانات والنباتات المختلفة والنادرة، وذلك لتنوع المناخ وتعدد البيئات. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. مرحبا أصدقائنا الأعزاء، عدنا لكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة. عنوان حكايتنا لهذا اليوم هو: لن تعرف أبدا لذة وجود المفقود. ضاع الحمار من جحا يوما، فراح يبحث عنه هنا وهناك، وأثناء بحثه كان يغني، فتعجب الناس من ذلك وقالوا له: يا جحا، من أضاع حماره؟ هل يغني أم يحزن؟ فأجابهم جحا قائلا: لعله وراء هذا الجبل، فإذا لم أجده فلا بد أن يسمع صوتي فيعلم أني أبحث عنه فيأتي إلي. واستمر جحا في الغناء، فلما يأس أخذ ينادي ويقول: من وجد الحمار فإني أعطيه إياه مع حبل الذي يحمله خلف ظهره. فتعجب الناس من ذلك وقالوا له: يا جحا،
وما الفائدة من العثور عليه إن كنت تريد أن تعطيه للذي يجده؟ فأجابهم جحا بقوله إنكم لا تعرفون لذة وجود المفقود. هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. مرحبا أصدقائي الصغار، سنتعلم اليوم حرف الضاد. الحركات. هيا رددوا معي. بالفتحة. تنطق. ضا ضا. بالضمة. تنطق. ضو ضو. بالكسرة. تنطق. ض ض. والآن مع الأمثلة والكلمات. ما هذه الصورة يا أصدقاء؟ ضابط. وماذا عن هذا؟ ضفدع. وماذا عن هذا؟ ضروس. ختاماً أصدقائي، ما رأيكم أن نقرأ قصة كاملة؟ أحضر ضياء ضفدعاً، فقفز الضفدع من الكيس، فخافت ضحى، فضحك عليها ضياء، ثم ضحكت ضحى. كان هذا حرفنا لليوم يا أصدقاء، إلى أن نلتقي مع حرف جديد. إلى اللقاء. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. مرحبا بكم يا أصدقاء. كما شاهدنا كان هذا حرف الضاد، والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع مسابقة الحروف وحرف جديد، لننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكم أن تعطياني اسم جماد يبدأ بحرف الضاد. تفضل يا محمد. ضوء. أحسن، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ لا بأس. لننتقل إلى السؤال التالي: أريد منكم أن تعطياني اسم ذكر يبدأ بحرف الضاد. تفضل يا علي. ضياء الدين. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا محمد؟ نعم. تفضل. ضياء. أحسنت، إجابتكم صحيحة. السؤال التالي: أريد منكم أن تعطياني اسم أنثى يبدأ بحرف الضاد. تفضل يا محمد. ضحى. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ كنت سأقول نفس إجابته. لا بأس. السؤال التالي: أريد منكم أن تعطياني اسم حيوان يبدأ بحرف الضاد. تفضل يا محمد. ضبع. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ أجل. تفضل. ضب. أحسنت، إجابتكم صحيحة. لننتقل إلى آخر سؤال في هذه الفقرة. السؤال يقول: أريد منكم أن تعطياني اسم مدينة أو دولة يبدأ بحرف الضاد. تفضل. ضمك. أحسن، إجابة صحيحة. أين تقع مدينة ضمك؟ في السعودية. أحسنت، وهي محافظة. أجل، ويوجد فريق اسمه ضمك. ما شاء الله.
وإلى هنا يا أصدقائي تنتهي فقرتنا هذا اليوم. نأمل نلتقيكم في حلقة جديدة ومسابقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم يا أصدقاء، كيف حالكم؟ عدنا لكم بفقرة جديدة من قصص الأنبياء، حيث توقفنا عندما اشتاق الملك إلى لقاء يوسف، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ولما جاء الرسول إلى يوسف وقال له إن الملك يدعوك، ما رضي يوسف أن يخرج من السجن هكذا، ويقول الناس هذا يوسف إنه كان أمس بالسجن إنه خان العزيز. إن يوسف كان كبير النفس أبيا، إن يوسف كان كبير العقل ذكيا. لو كان أحد مكان يوسف في السجن وجاءه رسول من الملك وقال له الرسول إن الملك يدعوك وينتظرك، لأسرع هذا الرجل إلى باب السجن وخرج، ولكن يوسف لم يسرع ولم يستعجل، بل قال لرسول الملك أنا أريد التفتيش، أنا أريد البحث عن قضيتي. فقرر الملك أن يسأل عن يوسف ويعرف من هو، فعرف أنه بريء، وخرج يوسف بريئا وأكرمه الملك. فماذا قال الناس عنه بعد أن عرفوا أنه بريء؟ وهل تم البحث عن قضية يوسف؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. هذا صديقكم موفق ناصر، وهذا صديقكم موسى كبيري. والسلام عليكم. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. مرحبا بكم أصدقائنا الأعزاء في حكمة جديدة لهذا اليوم، وهي التغيير دائما يبدأ من داخلك. والآن سنأخذ آراء أصدقائنا عبد الوهاب وعلي ومحمد. فلنبدأ أولا مع صديقنا عبد الوهاب. تفضل يا عبد الوهاب. مثلا تكون في المدرسة تاخذ درجة قليلة، مثلا تاخذ ناقص كثير، فتخبيه عن الناس، تقول لهم أنا عندي كذا، ما تقول لهم ولا شيء. أحسنت يا عبد الوهاب، بارك الله فيك. والآن سنأخذ رأي صديقنا علي. تفضل يا علي. إنك تغير نفسك في أخلاقك، إنك تكون عصبي لازم تغير نفسك من الداخل وليس من الخارج. يعني إنك تبتسم للحاد، إنك ما تعصب عليه من الداخل وليس من الخارج. يعني إنك تقدر تعصب عليه من الخارج بس من قلبك أنت ما معصب عليه. يعني تغير أخلاقك من الداخل. أحسنت يا علي، بارك الله فيك. شكرا لك. والآن سنأخذ رأي صديقنا محمد. تفضل يا محمد. التغيير يعني الحكمة معناه إنه أنت تغير نفسك، مو إنه كل مرة تبقى على حالتك. أنت الحين أنت راح تكبر وراح يكون عندك أولاد، أو راح يكون يعني عندك أولاد، وأولادك كمان راح يكون عندهم أولاد. فأنت الحين ما راح تبقى يعني زي ما كنت من أول. يمكن الحين يوم كنت صغير كنت مثلا ما عندك يعني أخلاق، وكل مرة كنت تصرخ على أمهاتك يعني أمك. أما يعني يوم تكبر لازم تتعلم إنه كل اللي تسويه غلط وتحسن من نفسك أحسنت يا محمد، شكرا لك. أصدقائنا الأعزاء، كانت هذه حكمتنا لهذا اليوم، وقد سمعنا آراء أصدقائنا. شكرا لهم وشكرا لكم لإعطائنا وقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.
يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. أصبح الجسر مهيئا، تقدموا إلى الأمام يا رجال. تقدموا. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم؟ وصديقنا عمر، هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا، هيا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء في فقرة لغز اليوم. أما عن إجابة اللغز الماضي فكانت البطاطا، وكانت إجاباتكم صحيحة. أما عن لغزنا لهذا اليوم يا أصدقاء، أشياء تراها في الظلام، فما هي؟ نستقبل إجاباتكم عبر شبكة التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو عمليا قبل دخول الغرفة عند الطرق. بعد عن عارف، بعد عن عارف، بعد عن عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أشهد. إلى اللقاء يا حبيبي. إلى اللقاء.